التفاعل مع العقود، كل عقد بتتفاعل معاه بتاخد 0.25 نقطة، ولو هو عقد جديد ما تفاعلتش معاه قبل كده بتاخد 0.3. ال NFTs كل قطعة NFT بتاخد عليها 0.25 نقطة، يعني زي ما بناخد لما بنتفاعل مع عقود. الفرق ان التفاعل مع العقود دايما بيبقى بسعر الرسوم بس، الا لو هنعمل ستيك ايوه بتتاخد مننا عملات، بس الستيك بنقدر نفكه ونرجع العملات لو حد اتزنق. انما ال NFT بيكون على حسب السعر. انت لو بعت NFT يعني بتسترجع العملات، وممكن لو NFT مهم تاخد يعني بربح او يعني تاخد عملات زيادة. بس لو NFT مش مهم فمحدش هيشتريه منك، فهتبقى صرفت عملات او يعني خدت اللي هو اشتريت او عملت منت ل NFT فراحوا العملات اللي عملتهم فيه ومش هيرجعوا بعد. لذلك حاول تبقى دايما مسيطر على الوضع في موضوع ال NFTs، مش تاخد اي NFT وخلاص وتخلص عملاتك عليهم، لانهم عبارة عن شلال ملوش اخر. واحنا كنا شوفنا في اسبوع ال NFTs ان اي حد من الشارع ممكن يعمل NFT ويعمل لها سعر، وعملنا كده برضو. فاذا لقيت NFTs سعرهم تراب او فري قشطة تكسب معاملات ونقاط. وكمان اذا كانوا تابعين لمشاريع قوية ممكن سعرهم يرفع ونكسب منهم عملات تسند حلوين، او ممكن المشروع اللي عاملهم يخليهم معيار لحاجة. الكريبتو مليان مفاجآت من النوعية دي. المهم ضبط شغلك في المعايير التانية والعقود التانية، بعدها لو فضل معاك عملات كافية خد لك NFTs عادي، بس على أساس يبقوا زيادة معروف، مش إنه هما شغلك الوحيد، لأن التنويع مطلوب برضه وبيؤثر في السكور بوضوح.